والله الواحد بقى حزين على النادي الاهلي. بقى بيراميدز يوصل للمرحله دي والنادي الاهلي يوصل للمرحله دي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده. هنتكلم عن الاحداث اللي بتحصل الدوري المصري ودوري الابطال وامام عاشور هنتكلم عنه في الاخر والنادي الاهلي والكلام ده كله. بيراميدز النهارده بتكسب 4-1 زي ما ظهر قدامكم. بيراميدز مركز اول على المجموعه، كسبت الريفرز يونايتد النهارده 4-1. اللي سجل الاهداف بتاعتها مصطفى فتحي ومروان حمدي وعودة الفخوري وناصر ماهر، كانوا بيلعبوا بالبودلة. يعني بيراميدز كسبوا كل ماتشاتهم، ضمنوا مركز اول. في الماتش ده لعبوا بالبودلة ولسه بقالهم ماتش. يعني في الماتش ده بيراميدز لعب بالبودلة وبسم الله ما شاء الله يعني 4-1. ومصطفى فتحي ما بيلعبش خالص سجل، مروان حمدي ما بيلعبش خالص سجل، عودة الفخوري لسه جاي جديد سجل، ناصر ماهر لسه جاي جديد سجل، الوافدين الجدد بيسجلوا، اللعيبه الاحتياط بتسجل. بحيث ان احنا النادي الاهلي شوف حالنا بقى عامل ازاي وحالهم بقى عامل ازاي. يعني عودة الفخوري ده راجل ما تقوليش نسبه مشاركه هو ضامنها في بيراميدز ومش ضامنها في الاهلي. لو عودة الفخوري في الاهلي دلوقتي كان لعب اساسي مع اصابه تريزيجيه واصابه زيزو، كان عودة الفخوري اساسي 100% 100%، واحسن من اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي ابو 33 سنه ولا 32 سنه، عودة الفخوري احسن منه وتخلصوا باي ثمن. باي ثمن النهارده جاب جون عالمي، ده يخلص باي ثمن وباي نسبه مشاركه واي حاجه، ده تدي اللي هو عاوزه. فضاع من ايدينا عودة الفخوري اللي سجل النهارده البيراميدز. شوف بقى عاملين ايه في المجموعه، مسجلين 11 جون مستقبلين جون واحد. تخيل، تخيل الفرق 9، يعني فرق 10 تجوان. الفرق عاملين فرق 10. لعبوا 5 ماتشات كسبوا 4 تعادلوا 1. كان قدام نهضة بركان في المغرب اللي تعادلوا معاه. يعني شوف قوة الفريق وتكامل الفريق وصل لايه. شوف بيراميدز الإدارة الصح اللي بتخطط صح وصلت لايه، خلصت في وضع الفخوري. يعني ما حدش يقعد يقول بيراميدز كياده وبيراميدز مش عارف ايه. لا، ده هيفيدهم يا جماعه في المستقبل، هيفيدهم افاده كبيره. اللاعب لسه صغير، لسه هيفيدهم افاده. بص، هيجيبوا يعني عودة الفخوري ده هيجيب المستوى بتاعه، قمه المستوى بتاعه مع بيراميدز. شوف بقى بيراميدز جابت عودة الفخوري، وفي نفس المثال اشرف بن شرقي احنا جايبينه، او بن رمضان او اي اجنبي يعني احنا جايبينه. يعني فشوف الفرق بين بيراميدز وبين النادي الاهلي. فبيراميدز يكسب النهارده 4-1، وفي نفس الوقت الزمالك بقى خسر 1-0 والمصري خسر 2-1. الزمالك كان النهارده ماتش قدام زيسكو. ماتش كان صعب على النادي الزمالك مع انه ماتش سهل. يعني الزمالك يعني ضايعين، يعني كده كده من وجهة نظر مش هيكملوا على مستوى الدوري، مش هيكملوا منافسة ومش هيكملوا على اي حاجة ان الوضع ما اتغيرش، اما حصلش استقرار في النادي. يعني الاستقرار ده عامل مهم جدا جدا جدا. بنشوف الزمالك النهارده من غير الواد الاسود ده شيكوبانزا، ده مش راضي يلعب، بيقول لك نازل البرد، بس ده عشان الفلوس. برضه بيسيبوا الكلام ده كله، وعبد الله السعيد برضه مش مسافرش، برضه بيسيبوا الكلام ده كله ويتكلموا على امام عاشور. فهي حاجه يعني هم مش وراهم حاجه يعملوها فبيتكلموا على امام عاشور. ده موضوع يخص الاهلاويه وهم بيدخلوا نفسهم فيه، الا الناس المحترمه طبعا. فبيخسروا النهارده من والمصري بيخسر 2-1. كده الزمالك موضوع التاهل بايده، يكسب الماتش الجاي يتأهل مباشر. يكسب هيلاعب كايزر تشيفز هنا في مصر. هيلاعب كايزر تشيفز، يكسب هيتأهل. المصري هيكسب والزمالك يكسب والمصري هيتأهل هم كمان. فكده كده المصري يعتمد على الزمالك والزمالك يعتمد على نفسه. دي قصة مجموعة نادي الزمالك وموقف مجموعة نادي الزمالك والمصري من التأهل والفرقتين اللي هيتأهلوا. اتوقع ان الزمالك هيكسب في القاهره لانه بيلعب على المركز الاول، خشيه من مواجهه الوداد، لان لو قابل الوداد يعني ما حدش عارف ايه اللي هيحصل في الزمالك ساعتها. فالزمالك مش عايز يقابل الوداد، فهيجيب اخره ان هو يكسب كايزر تشيفز يلعب مركز اول. المصري هيلعبوا ماتش سهل قدام زيسكو في القاهره. زيسكو كده كده خلاص طلعت مش هتلعب على حاجه، فالمصري كده كده برضه احتمال كبير يعني انه يكسب. اتوقع ان الزمالك والمصري اللي اتاهلوا من المجموعه دي. الدوري المصري مشتعل، الدوري المصري من نار. الاهلي بيتعادل مع البنك الاهلي في اخر ماتش، وبيراميدز بيخسر من سموحه، والزمالك بيكسب 5-2 على كهرباء الاسماعيليه في ماتش هجومي بحت النادي الزمالك علشان الدوري يولع بقى. كده الزمالك مركز تاني، بيراميدز مركز تالت، الاهلي مركز رابع. طبعا سيراميكا مركز اول 16 نقطه، حتى لو في الثلاث فرق اللي تحتها لعبوا ماتشاتهم سيراميكا المتقدمه. وخلي بالكم من سيراميكا الموسم ده ممكن يعملوا مفاجاه، ممكن يعملوا مفاجاه كبيره جدا جدا جدا. علي ماهر بتكتيكيات عاليه بفريق حلو. بس شوف يا اخي سيراميكا، يعني شوف دول ضاحكين علينا. سيراميكا دول ضاحكين علينا، واخدين مننا محمد عبد الله عنصر اساسي. يعني هو ساعات بديل وساعات اساسي بس مقدم اداء عالمي
في الماتش الاخير شفناه قدام غزل المحله اللي كسبوه 3-2، نزل في الدقيقه 60 تقريبا عمل اداء عالمي، مراوغات رايح الملعب رايح جاي رايح جاي. اللي تخلى عنه ده لازم يتحاسب في النادي الاهلي وطلعه اعاره على حساب بقاء قدر محمد طاهر ايا كان مين صاحب القرار. بس صاحب القرار ده دماغه ما فيهاش، دماغه فاضيه من الاخر يعني. شفنا الدبيس كان بادئ اساسي كان عامل ايه، احنا خدنا منهم شكري وبكا ما شاء الله. ما شاء الله الناس بتقول الاهلي بيستفيد من سيراميكا، لا سيراميكا هو اللي بيستفيد من الاهلي. احنا واخدين منهم شكري وبكا، من الاثنين ما بيلعبوش خالص. الدبيس متالق، محمد عبد الله متالق، عمرو السولية راح لهم خلاص بيع نهائي، ده عمرو السولية متألق، ركيزة أساسية. فهم اللي ضحكوا علينا مش احنا اللي ضحكنا عليهم. ومش بعيد انهم ياخدوا الدوري، ما يستبعدش انهم ياخدوا الدوري في ظل مستوى الاهلي المتخبط ده، مش بعيد انهم ياخدوا الدوري. الزمالك مركز ثاني وبيراميدز مركز ثالث متساويين في النقط طبعا، والنادي الاهلي مركز رابع. الدوري سخن، الدوري مولع. طبعا الدور الاول هيبقى هينتهي وبعدين هيبقى 7 فرق هيتنافسوا على الدوري، والفرق الباقيه هتتنافس على الهبوط. فال7 فرق اللي هيتنافسوا على الدوري هم موجودين اهم. ماتشات الاهلي القادمه هتبقى الاسماعيلي والجونه وسموحه وزد والمقاولين وطلائع الجيش. جدول سهل. الاسماعيلي ده ماتش المفروض نستغله بنكسب سكور ونستعيد الثقه في نفسنا، ماتش مهم. يعني احنا لو كسبنا الاسماعيلي سكور الثقه ترجع للعيبه وللمدرب وللجماهير. فالاسماعيلي ده ماتش سهل ولازم نكسبه. ماتشات الزمالك المتبقيه سموحه، حرس الحدود، زد، بيراميدز، الاتحاد، انبي. الزمالك وبيراميدز هيلعبوا بعض وكده كده حد فيهم هيوقع التاني يا هيتعادلوا، فده من مصلحه الاهلي، ده من مصلحه الاهلي، لازم حد فيهم هيقع. كمان ماتشات الزمالك مش صعبه، مش سهله ومش صعبه، يعني ماتشات متوسطه. نادي زد يمكن هو اصعبهم مع بيراميدز، دول اصعب اتنين الزمالك هيلعبوا، وانبي برده شويه. بيراميدز بقى هيبقى له سيراميكا ماتش صعب برضه، واحد هيوقع التاني وده في مصلحه النادي الاهلي. خلي بالك الاهلي مش هيلاعب واحد من الاربعه الكبار، يعني واحد من الاربعه الكبار مش هنلاعبهم، فده مصلحتنا اللي احنا ننهي الدور الاول من الدوري مركز اول، مش بعيد. لو اللي في دماغنا حصل كده كده حد هيوقع التاني. وماتشات بيراميدز خلي بالك متبقيه نار، ماتشات شديده لبيراميدز. سيراميكا فريق قوي، غزل المحله رخم قوي في الدفاع، الزمالك واحد فيهم هيوقع التاني. البنك الاهلي فريق مش ضعيف برضه، ايمن الرمادي مدرب محترم، فريق محترم، عامل فريق محترم. فانت بيراميدز هتقع، الزمالك هيقع، سيراميكا هيقع، كده كده واحد في الثلاثه دول هيقع وهيخسر نقط. على النادي الاهلي ان الماتشات الجايه ديت هيكسبها، لازم يكسب الماتشات الجايه. 6 ماتشات ب 18 نقطه لازم نكسبها، يعني دول بلا جدال لازم نكسبها. سوء التخطيط وسوء الاداره في النادي الاهلي ان لو هات صوره اجانب النادي الاهلي، اجانب النادي الاهلي حاليا 5 اجانب، ده منظر يرضي من المنظر ده، يرضوا من الاجانب دول. اشرف بن شرقي له احتياطي، زيزو وتريزيجيه لو موجودين، اشرف بن شرقي هيقعد احتياطي، اللي مشطب خلاص، اللي يديك ماتش و50 ماتش لا. بالعامري اللي صروب بيعاند مع الاداره انه مش عايز يلعب، هو مش موضوع فنيات، لان اللي ما يشوفش اللي يشوف كوك احسن من بالعامري ده مدرب كفتاجي، هو مش موضوع فنيات ابدا مش فنيات خالص. هو الموضوع موضوع عنده مع الاداره اللي هو ما كانش عايز بالعامري. فانت عندك ادي بدل بن رمضان، خلاص بن رمضان ده اغرب تحول للاعب شفته في حياتي، لاعب كان فين وبقى فين، يعني مش ما فيهوش وسط حتى، لا كان كواليتي وخامه وجوده، وكل كان بيقول ان احسن صفقات الاهلي، كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي بن رمضان. كاموش اللي ما اعرفش جاي من ايه، مين كاموش ده يا جماعه، مين ده؟ يعني هو لسه بدري ومش هنحكم عليه دلوقتي، بس اللاعب بنشوفه من لمسته كاموش ده ما عندوش لمسه، يعني ما اظهرش حاجه كده تدل ان المهاجم هيعمل لك حاجه، ما اظهرش حاجه كده ابدا. قالوا ديانج طبعا ماشي كده فكده كده ماشي. عقد الفخور ما خلصتش فيه، ضيعته من ايدك، ما جبتش لاعب تحت السن، ما دورتش على لاعب اجنبي حلو. حاجه ان مثلا لو جينا نشوف مهاجم الزمالك هنلاقيه هو عدي الدباغ، مهاجم. ناس هتختلف، ناس هتتفق، ناس تقول على قده، ناس تقول مهاجم سوبر. وده الدباغ ده يا جماعه مش محتسب اجنبي، احنا عندنا المهاجم اللي مش محتسب اجنبي محمد شريف اللي بنستقبله كل ماتش. بغض النظر عن التريقه اللي على عدي الدباغ، لكن هل عدي الدباغ هيبقى اسوأ من محمد شريف لو كنا تعاقدنا معاه، ولا هيبقى اسوأ من مروان عثمان؟ مروان عثمان لسه بدري عليه وصغير، لكن انت لو كنت تعاقدت مع عدي الدباغ لاعب مصري هيتحسب لك مصري مش اجنبي. فانت انت النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، انت لازم يبقى عندك في المركز 1 و2 و3.
فكان يبقى عندنا اجنبي ومروان عثمان وهدايه الدباغ مثلا مش هدايه الدباغ، اي واحد فلسطيني. موضوع الفلسطينيين ده بعد وسام علي ما استغلناهوش ليه؟ اخواتنا وبيتحسبوا مصريين، فلازم نجيب لعيبه فلسطينيين عندهم لعيبه على اعلى مستوى. وجستين منصور اللي قلت لازم نجيبه وما خلصناش معاه دلوقتي، احنا مش لاقيين حد نحط في خط النص. ثلاثه ما لهمش بديل، هتضطر بعد كده تلعب كوكا في خط النص وتجيب اي واحد في الباك. يعني اتمنى يصعب بالعمري، يعني ده اللي المفروض يحصل من ضغط الجماهير وضغط الاداره، لازم يصعب بالعمري. فانت عندك دول اجانب النادي الاهلي. شوف بقى الابجريد بتاع النادي الاهلي في اللعيبه، شوف الكواليتي، شوف المدافع اللي كان عندنا مين وبقى مين، شوف المهاجم مين وبقى مين، شوف الباك مين وبقى مين. يعني شوف علي معلول اللي ما عوضناهوش بحد حلو بعده، بنلعب بكوكا من الانتقالات اللي فاتت، وقلت لك احنا لازم نجيب لاعب ده، يعني لازم نجيب باك، اتاخرنا في مجايب الباك ولما جبناه ما بيلعبش. مهاجم اسامه ابو علي بديله كامش، والله العظيم يعني لسه هنشوف كامش ده. بس بقول لك، قلت لك انا اصلا اول ما جه قلت لك انا مش متفائل بالمهاجم ده، اول ما جه قبل ما اشوفه خالص. ارجع للفيديوهات وقلت لك انا مش متفائل بيه. طبعا اسامه علي هيجي منه لكن انت عندك محمد عبد المنعم، المفروض كان يتحط اشرف داري ولا في الصوره دي. شوف لانك عوضت محمد عبد المنعم باشرف داري، فانت شوف فرق الكواليتي اللي بتنزل بيه والبطولات اللي بتقل مع كل موسم. دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت ادينا بيراميدز اللي خدته، ما وصلناش حتى فاينل نهائي دوري ابطال افريقيا، طلعنا من صن داونز. انت عندك سوء اداره وعبثيه شديده. قصه المدرب ديت برضه احنا مش لازم نستعجل على المدرب. المدربين في اي حته في العالم بياخدوا فرصتهم كامله، بياخدوا ماتشات كتيره، فاحنا مش هنصبر على المدرب. لكن انت لما مشيت كولر جبت مدرب زيه، يعني مش اللي هو التكتيك الواو اللي هيفرق لك يعني في الاداء، فانت لما مشيت كولر انت جبت مدرب زيه. ايه سوء التخطيط والعبث ده؟ انا مش فاهم. كانوا بيقولوا برونو لاج وفي الاخر جابوا يس روبن اللي ما كناش عارفينه ساعتها. مدرب عنده شخصيه او ما عندوش، ده هيبقى الماتش الجاي هشوف هيلاعب الشناوي ولا لا. لاعب الشناوي ده كفتاجي بمعنى الكلمه، لو لاعب الشناوي كفتاجي مش هقتنع بيه بقى خالص، لان ديت حاجه، دي قناعات مدربين. لو اي مدرب عاقل في الدنيا ما كانش هيلعب. احنا شفنا النهارده ماتش مانشستر سيتي وليفربول، شفنا دوناروما عامل ازاي. اراهنك ان دوناروما ده لو كان في الاهلي كان الشناوي اللي هيلعب على اساس. يعني حاجه غريبه، يعني الاصرار على الشناوي والعبثيه الشديده اللي بتحصل في النادي الاهلي، اللي لازم تغيير جذري وشامل في النادي الاهلي ده، يعني لازم تغيير جذري وشامل. مش هنشيلها الافراد، دي منظومه مش افراد، منظومه. مش سيد عبد الحفيظ، مش ياسين منصور، مش الخطيب، دي منظومه كامله على راسها ويسال عنها امام الخطيب. الخطيب ده اللي الخطيب يتسال عنها، كابتن الخطيب قيمه وقامه وقدم كتير للنادي الاهلي، لكنه يسال عن ما يحدث في النادي الاهلي الان. انت في تدهور، شيء غريب ما يحدث في النادي الاهلي. الجدول المشتعل ده صالح الكره المصريه. كده نكون وصلنا لاخر الحلقه، لو عجبتك حط لايك بالحب كده، وكده نكون خلصت عندنا النهارده. السلام عليكم.